ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير في اتم صحه واحسن حال. عاملين ايه في الساعه دي؟ هي لسه شويه بس انا بالنسبه لي سقعان. وصفه النهارده او فيديو جديد النهارده هنعمل فيه صينيه بانيه كده بالكريمه والفلفل الالوان. ده الفلفل الالوان انا عاملاه فروزن في الفريزر كده، كنت حاطاه مقطعاه وحاطاه بالعلبه كده في الفريزر، يسهل بقى علينا ايه الاوقات دي خالص. وده بانيه محطوط فيه بصل وفلفل اسمر وحبه ملح صغيرين جدا. حلو. دي الخطوه دي مهمه جدا جدا. انا عن نفسي زهقت من البانيه المقلي، مش عايزه مقليات، فعايزه اخرج عن الموضوع ده، فهعمل معاكم الوصفه الجميله دي ومش هنحتاج مواعين كتير ولا اي حاجه، وسهله وسريعه. هحتاج لها ايه بقى؟ ده نص كيلو بانيه وكريمه طهي، مكعبين زبده كبار ومعلقتين زيت، فصين توم، فلفل اسمر وبابريكا وسبع بهارات. وتعالوا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام ونبتدي نبدا. عايزه اقول لكم بس بديل الكريمه سريعا عشان لو ما عنديش دي او هي سعرها عالي شويه علينا. هنجيب كوبايتين من اللبن كبار، عليهم 4 معالق من الدقيق، ونقلبهم كويس ونبتدي نرفعهم على النار. هنحط مكعب مرقه و حبة فلفل اسمر صغيرين، وهنفضل نقلبهم لغاية ما يدينا قوام الكريمة. انت كده عملتي الكريمة وتقدري تعملي بيها الوصفة دي. تعالوا بس نسمي الله ونبدأ. يلا بسم الله الرحمن الرحيم كده. تبتدي احط الزبدة، احط الزيت، بصوا كده. اول حاجه هنعملها هنصفي البانيه خالص من كل البصل اللي فيه ونقطعه قطع كده. بسم الله. بصوا كده بقى بالشكل ده اهو. طبعا يعني انا عايزاه تاخد لون ذهبي. قادرة بقى اقول لكم ريحتها طبعا من البصل اللي فيها ده ما شاء الله يعني. متنسوش بقى تحطوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب لو اول مرة تشوفوا القناة عشان عرفنا ان شاء الله تكبر بيكم. بصوا كده هي بدأت اهي تاخد اللون الجولد ده اللي احنا عايزينه. هتسيبوها خالص على مهلها عادي جدا. بصوا بقى كده ابتدي ايه اطلعها كده. خدت لون اهو اللي انا عايزاه طبعا، ده اهم حاجه. هوطي كده عشان ايه بصي بقى، لو ما عندكيش كريمه هتعملي هنا الدقيق وهتنزلي عليه اللبن، او زي ما قلت لك لو انت عايزه دوبيه مع البارد هيبقى افضل بكتير. انا هعمل ايه هنا؟ انا هنزل بفصين توم، عايزه بس ريحتهم تطلع، مش عايزه لونهم يتغير. هو دي الريحه اللي انا عايزاها بالظبط. هنزل عليها بقى بايه؟ الفلفل الالوان. طبعا لو عندك فلفل اخضر برضو حطي يعني. بس تقريبا ابخر من فوق الثلج اللي فيه. بس كده يا ست البنات هنبتدي عليها بالكريمه.
توابل اللقمة عليهم في الاول. ممكن تحتاجي انك تظبطي ملح طبعا. هي اول بقى ما تدينا يعني لسه هي بدأت تعملي كده، تبقي انزل عليها بالايه، الفراخ تاني اهي. شفتوا اسهل من كده بقى يعني، خلاص احنا كده خلصنا. لو الصوص تقل معاكي قوي وعايزه تخففيه هتحطي له حبه لبن. طبعا ايه، هنوطي عليها بقى خالص ونسيبها كده ايه تاخد وتدي مع بعضها. عايزه الفراخ دي تتشرب منها. طبعا بقى لو وصلتوا لغايه هنا في الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه لو اول مره تشوفوني. بصوا كده حلو بقى قوي قوي عليها. هبتدي بقى اعمل معاكم حبه رز بسمتي جنبها بالفلفل الاسمر والملح. تعالوا نشوف كده مع بعض. يلا حله بقى فيها حبه زيت، وطبعا الرز البسمتي اهو كنت نقعته يعني 5 دقايق كده. ويلا بينا نسمي الله ونبدا. بسم الله. اهم حاجه تغسلوه كويس ونقعوه بتاع 5 دقايق او 10 دقايق. يلا بسم الله. انزل بقى هنا بقطع الزبده. حبه من البابريكا كده صغننين. زيهم من الفلفل الاسود. ونظبط كمان الملح. نقلبهم كويس جدا. مش قادره اقول لكم ريحته اصلا. انا بحب ريحه الرز البسمتي كده لما اجي اديله ايه التشويحه دي بيبقى ريحته خطيره. مديله لون حلو جدا. ننزل بقى عليه بالميه. انا عايزه الميه تغطيه بس حاجه بسيطه مش كتير قوي لان احنا ناقعينه. كده حلو قوي. عايزين بقى يغلي كده ويتشرب الميه، وبعد كده نبتدي نرفعه على الشيوط. بصوا كده بقى هي كده حلوه قوي. هبتدي بقى احطه ايه على الشياطه واغطيه. بصوا الحلاوه دي. بصوا الرز مفيش واحده ايه لازقه في التانيه. شايفين كده اهو. شايفين حلاوته؟ اللهم بارك. يا جماعه الحلاوه دي طبعا غير ريحته بقى. بصوا اهو مش لازق في بعضه ولا اي حاجه، وريحته تجنن وطعمه خطير. اعملوه بالطريقه دي والله ما هتندموا، وخصوصا بقى لو مع القمر اللي جاي. استنوني. الصوص ده اهم من الفراخ نفسها. قمر ولا مش قمر؟ ده يستحق لايك ولا لا؟
شايفين القمر؟ نص كيلو بس بانيه، هنعمل قمر ده، نعمل حبة الرز القمرين دول كده. اكون بقى انا وصلت لنهاية الفيديو. عملنا غدا سريع جدا، ممكن تعملوا بقى سلطة، اي سلطة بتحبوها جنبه. ان شاء الله يا رب يعني يكون الفيديو عجبكم، والاقي كومنتات حلوة كده منكم ولايكات، وما كنتش طولت عليكم. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا جماعه انتوا عارفين ان بصوا القمر ده نص كيلو بانيه عملنا بيه الوصفه الخطيره دي، وعملنا معاه رز بسمتي تحفه.